في ناس محترمة وذوق بس محدش بيحسب لها حساب، مش عشان هي ضعيفة، لكن عشان بتعمل حاجات بتقتل هيبتها كل يوم وهي فاكرة إن ده احترام وتربية. لو حسيت إن أسلوبك مع الناس لطيف ومهذب ومع ذلك مش متقدر التقدير اللي تستاهله، فالفيديو ده ليك. خليني أقولك حقيقة صعبة: الهيبة مش أخلاق ومش طيبة. الهيبة والكاريزما إحساس بيتكون عند اللي قدامك من تصرفاتك وكلامك، مش من نيتك. أغلب الناس بتقتل هيبتها وهي فاكرة إنها بتكسب احترام اللي حواليها. أول حاجة تقتل هيبتك هي خوفك على زعل الناس. تخاف تزعل حد فتسكت، تجامل، تعدي وانت من جواك متضايق وزعلان. إذا كنت انت اخترت الناس وراحتها على حساب نفسك، عايز الناس تختار تقديرك إزاي؟ اللي يخاف على صورته اللطيفة بيخسر صورته القوية، ومش كل زعل خسارة، في زعل بيحفظ مكانك. تاني حاجة، إنك تقلل من نفسك قبل ما حد يقلل منك. في ناس بتبادر وتسبق في تقليل نفسها من خلال هزار على حساب نفسك، جمل زي أنا مش مهم، أنا عادي عندي، مش فارق معايا، شوف انتوا عايزين إيه، أو تتريق على نفسك عشان تكون مادة للضحك في القعدة. يمكن تكون فاكر إن ده تواضع، بس اللي قدامك بياخده بمعناها الحرفي، إن انت قليل وإن انت فعلا مش فارق معاه. اللي ما يعرفش يحترم نفسه في الكلام ما يستناش احترام في المعاملة. تالت حاجة تكسر هيبتك: التبرير زيادة عن اللزوم. في ناس بتشرح نفسها كتير، تبرر قرارها، تبرر سكوتها، تبرر رفضها. اللي بيشرح نفسه زيادة بيبعت رسالة واحدة: أنا محتاج توافقوا عليا. والناس ما بتحترمش اللي بيشرح، بتحترم اللي بيقرر. قول رأيك بثبات واسكت بعدها. رابع حاجة تكسر الهيبة: إنك دايما متاح، دايما بترد، دايما بتساعد، دايما فاضي وقت ما يحتاجوك. الإتاحة المستمرة دي مش طيبة، دي فقدان لقيمتك الاجتماعية. الرسالة اللي بتوصل: أنا ما عنديش حاجة أهم منكم، ولا عندي حياة، ولا عندي اهتمامات. والناس بتشوف إنك سهل أجيبك في أي وقت، فعمرك ما تبقى مهاب ولا يتعمل لك حساب. ده غير إن وجودك بقى بيكون حق مكتسب، ما تقدرش تقول لأ. ولو قلتها قابل بقى زعل وجمل زي أنت بقيت ندل، أنت بقيت أناني، مع إن حقك ترفض بس أنت اللي خسرته. خامس حاجة، بتتكلم كتير عن نفسك، تحكي كل حاجة لأي حد ويمكن من أول قعدة. اللي بيكشف نفسه بدري بيفقد غموضه، وبيفقد معاه هيبته. وبعدين مش كل اللي بيسمعك يستاهل يعرف عنك. الهبة مش قسوة ومش سكوت ولا صوت عالي. الهبة وعي، امتى تتكلم وامتى تسكت، ومع مين تكشف نفسك. أغلب الناس ما خسرتش هيبتها مرة واحدة، خسرتها بعد سلسلة من التنازلات الصغيرة اللي وصلت رسالة: أنا مش مهم. نصيحة: اختار نفسك، هتلاقي كل الناس اختارتها. إذا كنت بتعمل حاجة من دول شاركنا برأيك في التعليقات. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان ده بيشجعنا إن احنا نكمل. دمتم في رعاية الله.